السلام عليكم. كتير قوي بنجرب زيوت وكريمات وحاجات كتيرة جدا عشان خاطر شعرنا يتصلح، عشان خاطر يطول، عشان خاطر حاجات كتيرة جدا. حتى بنعمل حاجات ممكن تكون غالية وبنجيب حاجات غالية، ومع ذلك برضو تحسوا ان شعرنا عنيد، مش عايز ان هو يتصلح، مش حابب ان هو يتصلح. في دراستي اكتشفت ان التغذية ليها علاقة بكل حاجة. يعني ساعات بيكون شعرك بايظ عشان تغذيتك غلط، علشان اكلك غلط، عشان هو محتاج حاجة انت تدخليها له امتصاها من جسمك ومش موجودة. فبيكون هو ده السبب ان الزيوت والكريمات والحمامات وكل الحاجات انت بتعمليها دي مش بتديكي ان دي النتيجة اللي انت مستنياها، مش بتديكي النتيجة اللي انت متوقعاها. ففيديو النهاردة هقول لكم على 7 حاجات مهمة جدا للشعر. 7 حاجات لو توفروا لجسمك وبدأت ان انت تاخديهم يعني يوميا او تاخديهم بطريقة صحية، شعرك هيستفيد منهم جدا، وهتبدأي ان انت تلاقي فرق كبير في شعرك. فان شاء الله الفيديو يفيدكم. اول حاجة البروتين. البروتين مهم جدا. البروتين ده مهم على فكرة لكل حاجة في جسمنا. يعني طول فيديوهاتي اللي فاتت هتلاقوا كلمة بروتين بروتين بروتين، لان هو مهم، بالذات البروتين الحيواني، لان هو بيكون سريع الامتصاص اكتر، والاحماض الامينية اللي فيه الاساسية متوفرة كلها. فلذلك هو البروتين الحيواني هو افضل حاجة. طب احنا ليه بنحتاج البروتين؟ بنحتاج البروتين لان شعرنا فيه بروتين الكرياتين، فهو بيكون محتاج ان جسمك يكون فيه بروتين عشان خاطر هو يعرف يخلق البروتين ده فيعرف يوفره لجسمك. طيب لو انا اعرف ازاي دلوقتي ان انا جسمي محتاج بروتين ولا زنك ولا بيوتين ولا محتاج ايه بالظبط؟ من الاعراض اللي انا هقولها لك. يعني انا هقول لك لو مثلا ناقصك بروتين هيكون شكل شعرك عامل ازاي. فانت لو ما عندكيش بروتين هيكون شعرك ضعيف وبيتكسر بسرعه ومش بيطول بسرعه. تلاقي شعريه ضعيفه كده، ضعيفه جدا، يعني لو عملت لها كده اهو طلعت في ايدك. فده بيكون السبب ان انت ما عندكيش بروتين كافي. بعد كده عندنا الحديد. الحديد مهم جدا لكل حاجه في الجسم، من ضمنها الشعر، لان الحديد فيه الهيموجلوبين، والهيموجلوبين او بيساعد على تكوين الهيموجلوبين. فالهيموجلوبين بيوصل الاكسجين لكل حاجه في الجسم، دلوقتي بيوصلها للشعر. فخصيلات الشعر بتاعتك محتاجه اكسجين. لو انت شخصيه عندها انيميا هتلاقي الفرق ده، او هتلاقي الاعراض دي على شعرك، ان شعرك بيكون باهت، برضو بيتكسر بسرعه، وبيكون جاف. فده بيكون نقص حديد. ده تاني دايما بقول، لو احنا عندنا انيميا وعايزين نعالجها بناكل لحوم حمراء. لو مش حوامل بناكل كبد عادي. طيب وعشان خاطر نساعد الامتصاص، ان الجسم يستفيد اكتر من الحديد ده ويستفيد من كل ذرة حديد فيه، بعصر عليه ليمون. هو المفروض ان مع الحديد بناخد فيتامين سي. يعني مثلا لو انا اكلت لحمه حمراء او اكلت كبده او مثلا باخد بعديها عصير برتقال. دي حاجه بتساعد جدا 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 ان جسمك يستفيد من الحديد اللي انت دخلتيهوله كله. والبنجر والحاجات دي، لما حد بيقول كله بنجر كله جرجير كله سبانخ، اوكي هي فيها حديد، بس المشكله ان الحديد ده حديد نباتي. فالحديد النباتي عقبال ما بيدخل الجسم وبيتغير وبيتحول للصورة اللي هو بيمتص عليها، بياخد وقت كبير قوي وبيفقد منه كمية كبيرة. فلذلك لما بيكون حد عنده انيميا بنقول له لحوم حمراء، عشان لما تدخل الجسم تحول على طول للصورة اللي هو هيمتص فيها. فعلشان كده بنقول ان هو يكون من لحوم حمراء او يكون من بروتين يعني. وبنحط عليه فيتامين سي اللي هو عصير الليمون او عصير البرتقال. الاتنين مع بعض هيخلوكي تستفيدي باكبر كمية ممكنة من الحديد. قلنا الحديد. الزنك. الزنك بيكون مهم علشان خاطر بيبني خصيلات الشعر وبيعالج الشعر التالف. طيب لو هو مش موجود هيبقى الشعر جاف باهت، والفروة بتاعت شعرك هتحسيها ناشفة. لما تحط ايدك على شعرك هتحسي ان شعرك ناشف. الزنك ممكن نحصل عليه من سمك، لحوم برضو، البان وجرجير والسبانخ والحاجات دي فيها برضو الزنك. وبعد كده عندنا فيتامين اي. فيتامين اي مهم لحاجات كتيرة جدا. يعني فيتامين اي يعتبر من الفيتامينات المهمة للبنات عشان الضوافر والشعر والبشرة وكل الحاجات دي، بس دلوقتي في الشعر
هو مهم عشان خاطر بينتج الزيوت الطبيعيه اللي بيحتاجها شعرك. احنا شعرنا في الطبيعي هو اصلا بينتج زيوت، احنا بنحط له زيوت لان الزيوت اللي هو بينتجها مش بتكون كافيه. ففيتامين اي بيساعدك ان انتي الزيوت دي تنتج يعني بكميه كويسه، كميه اللي تناسب شعرك. طيب اعرف ازاي اذا كانت المشكله في فيتامين اي ولا لا؟ لو مش موجود هتكون الفروه برضو ناشفه لان مفيش زيوت، وهيكون في قشره، هتلاقي شعرك فيه قشر، فده بيكون فيتامين اي. فيتامين اي موجود في الجزر، موجود في حاجات كتير الصراحه، يعني فيتامين اي موجود في كل حاجه. بعد كده عندنا فيتامين اي. فيتامين اي هو فيتامين انتي اوكسيدنت، اللي هو مضاد للاكسده. هو مهم علشان بيحسن الدورة الدموية للشعر او للجسم كله، فهو بيكون مهم. موجود فيتامين اي برضو في اللحوم والالبان، وبرضو في السبانخ والجرجير، فسهل الحصول عليه. لو مش موجود هيبقى فيه تأخير في نمو الشعر. اخر بروتين معانا فيتامين معانا سوري، هو بيوتين اللي هو B7. الفيتامين ده لما كنا بندرسه في الكليه كانوا بيقولوا لنا ده اسمه فيتامين الجمال، لان الفيتامين ده مهم للشعر وللبشره وللضوافر، فلو هو نقص هيبقى فيه مشكله في ضوافرك وفي شعرك وفي بشرتك. فيتامين B7 اللي هو البيوتين ده بيكون مهم للشعر، لو مش موجود هيبقى الشعر تالف وهايش وبيتكسر. والB7 بنحصل عليه برضو من البيض والسمك. ف يس، ده البروتينات والفيتامينات. واخر حاجه الميه بترطب على جسمنا وعلى الشعر، فنشرب ميه كتير من 7 ل 8 كوبايات. ولو الميه هي المشكله هيكون الشعر ناشف وبيتكسر. تاني، الشعر عشان خاطر يكون كويس بنعالجه خارجيا وداخليا، يعني لازم نحسن من نفسيتنا ومن اكلنا عشان خاطر يبدا يبان على الشعر. لو حسيتي ان انت عندك نقص في كل الحاجات دي، هتاكلي طبق سلطه وتحطي عليه لحمه او فراخ وتعصري عليه ليمون وهيبقى كله زي الفل، صدقيني والله. فبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون فاتكم، اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو